الخلاف بين المغرب والجزائر هل يجد طريقه للحل؟ واشنطن تتوقع شهرين لإبرام اتفاق بين البلدين. غالب ولا مغلوب حديث ملك المغرب، فهل فتح الباب للحوار مع الجزائر؟ كيف يبدو لكم في الجزائر حلحلة هذا الملف الآن في ضوء هذه التصريحات الأمريكية بأن هناك سلام، ربما اتفاق سلام قادم بين الجزائر والمغرب في غضون شهرين؟ يا أستاذ صالح بالله عليك، ماذا تستفيد الجزائر؟ الجزائرية تقول هذا الكلام، قيل على لسان الرئيس الجزائري مرارا وقيل على لسان الدبلوماسية الجزائرية، هو يقول نفس الكلام. أنا أقول يعني ما علاقة الجزائر بعلاقات المغرب بإسرائيل؟ هل طالب المغرب حاولوا أربطوا الاتصال من جديد لو سمحت مثلا حتى يعيد مع العلاقات؟ هل طلب المغرب من الجزائر أن تقطع علاقتها بإيران مثلا من أجل أن تكون العلاقات معها جيدة؟ هل تدخل في شؤون الجزائر الداخلية ومن مع ماذا تفعل مع جوارها؟ هذه شؤون داخلية للدول. ثم يقولون على المغرب أن يحاور جيدا موريتانيا، يعني هل موريتانيا قالت لك أن المغرب لا يحاورها بشكل جيد؟ يعني ما هذه المغالطات التي تساق مثل الكلام الذي كانوا يقولونها عن تغريدة ترامب، حتى جاء مسعد بونس وقال لهم في عقر دارهم لا، هذه ليست تغريدة، هذا موقف أمريكي والصحراء مغربية وهذا موقفنا الأمريكي. التعامل، القفز على الوقائع عند الإخوة الجزائريين والتعامل مع المغالطات ومع المعطيات الكاذبة ومع يعني تضليل أنفسهم، يعني يريدون أن يضللوا جمهورهم في الجزائر لكنهم يضللون أنفسهم ويضلون السبيل. فبالتالي الواقع الآن الذي أمامهم والذي سيواجهونه هو أنهم سينضبطون، لأنهم فقدوا الغطاء الروسي حينما كانوا يختبئون في الموقف الرمادي الروسي، فقدوا الموقف الفرنسي القديم الذي كانوا يختبئون فيه، فقدوا الموقف الإسباني القديم الذي كانوا يختبئون فيه. الآن الجزائر هي في واضحة النهار، موقفها واضح أنها هي التي تشوش وتعرقل. يمكن أن نقرأ هذا الكلام الأمريكي بكلام قاله دي ميستورا حينما قال أن المشكلة الحقيقية في الصحراء هي الجزائر، أما البوليساريو وكأنها غير موجودة. قال هذا في بودكاست مع إذاعة إيطاليا. إذن هذا الموضوع حينما نتحدث عن الجزائر اليوم، الجزائر هي منذ الخمسينيات، منذ على أيام ديغول، كانت الجزائر هي جلوب مشكلة شمال إفريقيا، وما تزال إلى الآن مشكلة شمال إفريقيا هي مشكلة الجزائر بشكل واضح وصريح. طيب إذا الجزائر هذا ما يقوله ليس طرفا في الحل في هذه المنطقة. طيب وهذا ما يقوله ضيفي في الجانب المقابل عن المغرب. حينما يتعلق طيب للأسف أنا كنا لسان حال ضيف الجانب المقابل لأنه لم نتمكن من ربط الاتصال معه ولو حتى عبر الهاتف، فقط أحيطك علما بهذا الأمر. لك ذلك فقط هذا ما تقوله أيضا الجزائر. لا أمانع في أن تقوم ولكن للأسف دهمنا الوقت. دعني أجيب فقط، يعني اسألني ودعني أجيب. لا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وفكرتك كانت واضحة. سألتك على نقطة أخيرة تخص الصحراء الغربية، ربما هل يمكن أن يشهد هذا الملف اختراقا باختصار شديد في 30 ثانية لأن الوقت انتهى صراحة وخسرنا الكثير من الوقت بسبب المشكلة التقنية. ملف الصحراء المغربية انتهى تماما وطوي تماما. كل ما تعيشه الآن الجزائر هي حلاوة روح. الآن النظام العسكري الجزائري يعيش في يعني فترة حلاوة روح، يعني قبل أن ينتهي أمره نهائيا ويعود إلى حجمه الطبيعي العادي بدلها كل هذه الهلاوس التي عاش فيها.